في آخر زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مصر، المصريين سابوا كل حاجة في الزيارة وعملوا كوميكس على ماكرون وهو بيتكلم في التليفون وبيقول مش عايزين من مصر شنطة لوي فيتو ب 350 جنيه. الشنطة اللي في بلده بتبدأ من 3000 دولار ومعاك لحد 10000 دولار أو أكتر. الصين بتعمل نسخ طبق الأصل منها برخص التراب. الصين عملت سوق كامل اسمه سوق التقليد، حجمه 600 مليار دولار سنويا، ودلوقتي هي لوحدها مسؤولة عن 80% من السلع المتقلدة في العالم، من شنط وساعات لنظارات وأدوات رياضية وحتى الأدوية. بس هل دي سرقة ولا شطارة تصنيع؟ الصين بتستخدم مصانع قوية وشبكات توزيع سريعة وبتلعب على مصلحة المستهلك، بس في المقابل الماركات العالمية بتصرخ. الشركات بتقول احنا بنصرف ملايين على التصميم والخامات والإعلان وبنشتغل سنين عشان نكسب زبون سقع، وفي الآخر نلاقي شغلنا بيتباع على رصيف. فين حقوق الملكية؟ ومش بس كده، ده المصنعين في الصين عملوا حملة وهم الفخامة عشان يكشفوا عن التكلفة الحقيقية للبراندات الأصلية، وقالوا إنها بتتكلف في بلدهم 15 دولار وبتتباع بألوفات الدولارات في أمريكا ودول العالم. وده كان طبعا رد على اللي بتعمله أمريكا مع الصين دلوقتي. يا ترى أنت كمستفيد من اللي بتعمله الصين شايف إن ده فعلا بيجي على شركات تعبت على شغلها، ولا هو الكل بيكسب وخلي الفقير يعيش؟